السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، ربنا يجعله يوم سعيد عليكم. اللهم امين ويستجاب في دعواتكم يا رب العالمين. فيديو النهارده هيبقى كله نشاط وطاقة وحيوية كده في اوضة الاطفال. هنغسل مع بعض كده حبة هدوم اللي كانوا عندي، يعني حبة غيارات وكده. والمهم بعد كده بقى ايه، هنشرهم وبعد كده ندخل بقى على اوضه الاطفال. وهتكلم معاكم برضو في حبه حاجات كتار كده اهو، بالنسبه بقى عن اوض الاطفال يعني، وعن كركبه الاطفال وكده يعني. هنتابع كل دوت من خلال الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. بس عايزه اقول لك، لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه عشان خاطر قناتي تكبر بيكي. وخلاص هانت وقربت خلاص اخلص الشرط الاولاني الحمد لله اللي هو 1000 مشترك، وعقبال ما اخلص الشرط التاني اللي هو 4000 ساعه. ربنا يسهل، لسه ما عنديش غير 2190 ساعة الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، وبقالي سنة فخلاص يعني الأيام اللي فاتت دي هيتخصم مني ال يعني أنا أول سنة، أول شهر اللي أنا اشتغلته هتتخصم مني عشان خلاص هكون قربت. يعني خلاص كملت سنة، هكمل سنة فاتحة القناة يوم 18/1. أنا النهاردة بسجل الفيديو النهاردة الأربع. لو نزل الفيديو النهارده الاربع هيكون بكره بقى اللي هو الخميس هكمل سنه معاكم ان شاء الله. كان نفسي كده اكمل سنه وانا مخلصه الشروط، بس الحمد لله. آم، لكل وقت يعني، يعني لكل وقت كل حاجة ليها وقت يعني. فالحمد لله على كل شيء، وأنا مبسوطة إن أنا عندي متابعين زيكم. الحمد لله عندي 942 مشترك. بصوا أنا دقيقة في الحاجات دي. مش عايزة أقول إن أنتوا مشتركين، أنتوا إخواتي وحبايبي والله العظيم. وبفرح جدا جدا من كل كومنت بتكتبه لي. في كومنت جاي لي، آخر كومنت جاي لي واحدة حبيبتي وصاحبي، يعني واحدة حبيبتي واشتركت في القناة وأختي ونورتيني والله. وجودك في القناة فوق راسي. بتقول لي أنا يعني أنا اللي عجبني في القناة ان الفيديو الاخير اللي انا كنت منزلاه اللي هو بتاع المطبخ بقى مكركب ومتبهدل وكده. بتاع الفيديو قبل الاخير، ان انا صورت فيه بطبيعتي او صورت فيه يعني الحاجه قبل ما اعمل، قبل ما يعني اول ما دخلت المطبخ كده صورت كل حاجه على طبيعتها. اصلا انا هعمل فيديو وانا طالعه مروقه نص ترويقه؟ طب مش هينفع. ما انا عامله الفيديو عشان اقول لك ايه، اقول لك اني بصي يا بنات انا مريت بحاجات تمام. فانا لما بعمل فيديوهات وبتكلم من خلال التجارب بتاعتي. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انا دلوقتي بكون كل يوم شغاله في الشقه وبعمل كل حاجه، واجي بالليل هقول ايه، انا حاسه نفسي مقصره مع ولادي. لا انا حاسه نفسي النهارده ما خليتش المطبخ نظيف، حاسه النهارده ما روقتش كويس. لا لا، اجي مثلا اعمل طول النهار اروق، واجي على بالليل قبل ما انام الاقي الولاد مكركبين شويه كركبه كده في الصاله ولا في الاوضه ولا حاجه. اقول يو ده انا النهارده ما مشيتش يومي 10/10. وافضل بقى ازعل في نفسي كده هو، ولوم في نفسي ان انا الحاجه ما مشيتش يعني كلها تمام. وزي ما روقت نمت والدنيا متروقه تمام. اقعد اقول كده. لما جيت بقى تعبت بقى وخدت دور وكده ونمت، حسيت ان ايه ده، هي الشقه دي ده انا كنت بروقها يعني، فاهمين؟ لا الشقه مكركبه يعني، انا فعلا انا كنت بروق. انا كان في مش عارفه هي إيه اسمها ايه. يعني انا كنت بعمل حاجه، انا مش ما كنتش قاعده ماسكه التليفون وخلاص، ولا كنت برغي، ولا كنت بنزل السوق واجي كده وما بعملش حاجه. لا انا كنت بعمل يعني. هي الشقه اللي مش متروقه دي دلوقتي وانا تعبانه، مين كان بيروقها غيري؟ ادخل المطبخ الاقيه مكركب؟ لا ده انا فعلا انا كنت بغسل المواعين مره واتنين في اليوم. الحاجه اللي كانتش منظمه والحاجه دي الاقي لا فعلا انا بقالي يومين ما عملتهاش. لا ده انا كانت ايدي في الحاجه. احنا اتعودنا ان احنا ايدينا دايما بتنظف، فنيجي اوقات كده نحس ان احنا بقى ايه، لا انا النهارده حاسه انا ما نضفتش كويس، رغم ان احنا منضفين كويس. لما بنتعب وننام ونقعد بنحس بقى بقيمه الشقه ونحس بقيمه الصحه بتاعتنا. يا رب بس تكونوا فاهميني. انا حاسه ان انا مش عارفه اوضح كويس، بس انا متاكده ان انتوا فاهميني. فلما بنتعب ونيجي نقوم كده نشوف الحاجه اللي ورانا المتبهدله، نحس بقيمتنا، بنعرف قيمتنا ان احنا فعلا كنا بنروق، وان الشقه بجد بتبقى محتاجه ست، وان الام دي ست البيت. والله العظيم ده مش كلام بنضحك بيه على نفسنا، بس بجد ان الست في البيت او الام في البيت دي نعمه كبيره من عند ربنا. يعني طبعا الهدوم ما بتنضفش زي ما انت ما بتغسليها. لو حد غسلها تاني من ولادك مثلا او بناتك كبار شويه، ما بتنضفش زي ما انت بتنضفي.
المواعين ما بتنضفش زي ما انت بتنضفي، البوتاجاز ما بيلمعش زي ما انت ما بتعمليه. لا بجد ست البيت في البيت هانم هانم كده في وسط مواعينها وحلالها وكراكبها ونظامها على حاجتها. انا بحس وبكون مبسوطه جدا، وبحس كده ان انا فخوره بنفسي لما تكون الشقه مثلا مكركبه وامسكها اقلبها واعدلها تاني. والحمد لله طبعا ده كله من عند ربنا طبعا، يعني ربنا يبارك في صحتنا يا رب. والحمد لله نعمه كبيره قوي 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 من عند ربنا. فاقلبها كده واروح عادلاها تاني واحس كده بقيمه اللي انا عملته. النهارده هتشوفوا في فيديو النهارده ان انا خليت اوضه الاطفال شكلها ايه، وبجد كانت حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان انا يعني ولادي، انا قفلت الاوضه على نفسي وقعدت اروق في الاوضه واصور. لما فتحت الباب ولادي جم دخلوا يشوفوا، قالوا ايه ده يا ماما، ده في تغيير جامد، ده الاوضه بقى شكلها حلو، ده انت غيرت لنا الاوضه. كفايه بس الكلمتين دول. بصوا منظر الاوضه، يعني هنا كان في مشايتين اوضه الاطفال في حوشتهم. وبصوا السراير بقى متبهدله كده واللي ما يعرفش يعني ان دي كانت اصلا اوضه النوم بتاعتي مش اوضه الاطفال، وانا نقلت اوضه النوم في اوضه الاطفال واوضه الاطفال في اوضه النوم. عشان اوضه النوم كانت واسعه فحطيت فيها سريرين اوضه الاطفال وسرير تاني تالت جبته لابني عشان انا عندي ولد وثلاث بنات، فالبنات بنيمهم على السريرين. والولد طبعا كان بيبقى هينام وسط البنات، فانا كنت بتضايق من كده عشان ابني خلاص بقى في اولى اعدادي الحمد لله. ربنا يبارك لي فيه يا رب ويبارك لولادكم في ولادكم كلهم يا رب العالمين، وتشوفهم كده في اعلى المناصب يا رب العالمين. فايه رحت جايبه له بقى سرير ونقلت في الاوضه الكبيره. فعشان كده هتلاقوا الحيطه الاورنج دي مكان الدولاب بتاع اوضه الاطفال. الاورنج ده بتاع يوم فرحي، بتاع فرحي يعني دهن الشقه في فرحي، وانا جيت دهنت الشقه من سنه ونص تقريبا كده. وجيت عند اوضه الاطفال ما دهنت اوضه النوم دي. الاوضه اللي انا بصور فيها دي كانت اوضه النوم، فانا ما كنتش دهنتها، خليتش الراجل دهنها لي. فجت فاضت بوهيه، فجيت انا وجوزي دهناها، جينا بقى ورا الدولاب ما دهناش، فاللي هي الحيطه الاورنج دي. تمام. فدخلت بقى على الاوضه كده لمحتها ونضفتها وخليتها بقى زي الفل وظبطتها. فالست في البيت دي هانم هانم كده. ما تستهتريش بنفسك يا ست الكل وتقولي ان انا مدعوكه كل يوم في الحلل والمواعين وكل الحاجات دي. لا انت هانم، انت ست البيت، قولي لنفسك كده وقومي على طول. آم، يعني بصوا انا بهزر معاكم والله، بس بجد الست بجد حاجه حلوه قوي في البيت والامهات حاجه حلوه قوي في البيت. ربنا يبارك في امهاتنا كلهم يا رب العالمين، ويبارك في صحتنا ونعيش ونعمل كده ولولادنا. اديكوا شايفين انا الفيديوهات بتاعتي بكل طبيعه بطلعها. بصوا البيت اللي فيه ولاد فيه دايما كركبه، بس والله العظيم كركبه حلوه والله العظيم. وانا الكلمه اللي بقولها لكم دي مش جايه من فراغ، انا كنت بقعد اعيط وقلت كده قبل كده قلت الكلام ده في فيديو. بس يمكن الناس الجديده مش يمكن ما سمعتش الفيديو ده. انا والله العظيم من البنات اللي عارفين انتوا الفيلم بتاع ياسمين عبد العزيز اللي اسمه الانسه ماما، ده بيتكلم عني والله العظيم. يعني زي ما قلت لكم الكومنت الاخير اللي جالي ده ان انا بصور المطبخ قبل ما انضفه واظبطه، وقالت لي يا حبيبتي طبعا نورتيني ان كل بيت فيه اطفال لازم يكون فيه كراكيب وكده و... والكلام ده كله يعني. وان انا بصور بطبيعتي، فعلا انا بصور بطبيعتي. ليه بصور على الحاجه على الطبيعه ليه؟ عشان انا عايزه اوصل لك رساله، عايزه اوصل لك حاجه. هكمل لكم بقى موضوع فيلم الانسه ماما. وانا قلت الكلام ده زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده. انا من البنات اللي بشوف فيلم الانسه مامي بتاع ياسمين عبد العزيز كاني بشوف نفسي. انا بنت اصلا هاديه جدا والله العظيم، مش رغايه خالص خالص. كنت ها ما تاخدوش على الكلام بتاع دلوقتي. كنت مش رغايه خالص وكلامي قليل، وبنتي من اللي امها بتدور عليها في الشقه كده، فاهمين؟ واخواتها بيدوروا عليها في الشقه كده. فجيت اتجوزت في بيت عيله. دي اول نقطه غيرت حياتي تماما. خلتني بص الرغي اللي انا برغيه ده هدوم الشغل. عارفين انتوا هدوم الشغل؟ هي دي هدوم الشغل. ماشي. اتجوزت في بيت عيله ودي اول نقطه تحول في حياتي. وجيت بعد كده خلفت بقى، يعني الحمد لله ربنا يبارك لي فيهم ورا بعض. فجيت بقى ايه فتره كده فقت من الغيبوبه. اخر حاجه فاكراها الفرح وكاتب الكتاب. ايه اللي حصل بعد كده انا ما اعرفش والله العظيم. كنت دايما بقعد اعيط واضحك. هو ايه اللي حصل؟ هو انا ايه اللي جابني هنا؟ انا عايزه امشي من هنا. انا كنت واحده هاديه، انا بقيت رغايه ازاي؟ انا بقيت بتكلم كتير ازاي؟ العيال دول جوه امتى؟ طب ايه ده؟ في ايه؟ وعارفين بقى زي الانسه مامي كده زي ياسمين عبد العزيز فاقت على حاجه مش مصدقه نفسها والله العظيم زي ما بحكي لكم كده. والله العظيم كنت بقعد اعيط. طب انا بعد كده بقى سبت بيت العيله وطلعت قعدت في شقتي.
فلما طلعت قعدت في شقتي، انا بروق كل يوم، انا بغسل المواعين كل يوم، انا بنضف كل يوم، انا بغسل كل يوم وبنشر كل يوم وبطبق كل يوم، والحاجه ما بتخلصش. وانا هخلص ده امتى؟ هو انا هعيش حياتي كلها في الدايره دي؟ مريت بصوا بايام بجد صعبه جدا، صعبه. كان وقتها ما كانش فيه يوتيوب، او ما كانش لسه فيديوهات الروتين كانت منتشره قوي، كان فيه يوتيوب بس كانت ايه، وصفات بس. فجيت بجد مرت عليا ايام انا عايزه اسال الناس، بس كنت مكسوفه، كنت حاسه ان انا بس كنت عايزه اسال الناس، هي الناس كلها بتروق كل يوم كده وبتلم كراكيب ولعب كل يوم؟ مع ان انا كان عندي اخوات صغيرين والله، يعني انا عندي اختي الكبيره وانا، وبعد كده اخواتي الصغيرين. بس طبعا البنت بتكون في بيت باباها يعني ومامتها، معلهاش كل المسؤوليه، هي بس انت بتساعدي مامتك في حاجات بتعمليها، لكن المسؤوليه كلها على الام، ما بتاخديش بالك منها غير لما بتعيشي في البيت بتشوفي بيتك واولادك وحياتك. فجيت انا عايزه اسال الناس، هو انتوا كل يوم بتعملوا زي اللي انا بعمله ولا انا بس؟ والله العظيم لغايه ما ظهرت بعد كده فيديوهات الروتين، اكتشفت ان الناس كلها زيي، مش انا بس، كل الناس عندها كراكيب، مش كراكيب اللي هي حاجات ملهاش لازمه، قصدي يعني كراكيب الالعاب بتاعه الولاد. كل الناس عندها هدوم شتوي كتير زيي، و... وهدوم عايزه تتشال، وهدوم عايزه تتحط، وهدوم عايزه تطلع، وان في بطاطين بتزيد، وفي سريره بتزيد، وفي حياه بتزيد، وفي حاجات كتير بتزيد. لا انا اكتشفت ان لا بجد الناس كلها زي كده. لما دلوقتي بشوف بنت جديده كده، مثلا اخواتي مثلا الصغيرين متجوزين، ومره واحده يقولوا لا احنا تعبنا، احنا هو انا ما كنتش فاكره الجواز كده. بقعد اتكلم معاهم باللي انا مريت بيه، ان انت ازاي تبقي في شخصيه هاديه في حالك، ما بتتكلميش كتير، مره واحده تروح بقى بيت عيله لازم تقعدي تتكلمي مع كل ده. انا مش بعيب في بيت العيله والله العظيم، كلهم فوق راسي واهلي وحبايبي، بس انا قصدي انت محتاجه ان انت تتكلمي وتتعاملي مع ده ومع ده. كمان انت بتخلفي، ولادك بيكونوا مع ولاد تانية اللي هم ولاد عمهم، يعني انا قصدي يعني. بصوا بقى الاوضه بقت زي الفل ازاي لما حطيت الستاره دي اللي كانت في الصاله اللي عند الركنه، بس انا عشان شلتهم وحطيت الستاير التانية، فدي بصوا دفت الاوضه، والاوضه بقت دافيه قوي. فالمهم بقى انت بتعيشي كده مواقف صعبه مش عارفه تمشي فيها ازاي، بس مع الاستمرار وتركزي كده اهو، وتستهدي وتتوكلي على الله وتستعيني بالله وتتوكلي على الله، هتلاقي الدنيا بتمشي معاكي زي الفل. بصي يا بنات، انا هنا حطيت السريرين وحاطه عليهم الملايات. عندي السرير بتاع ياسين الماسوره دي انا حطاها عشان انا هحتاج منها مواسير لحاجات تانية يعني هعملها، ف فهي مش هتقع، انا زنقها في السرير. وعشان سرير ياسين بقى ما عنديش طبعا ملايه تالتة شكله، فبجيب اقرب حاجه ليه وبحطها هنا. تمام. عندي بطانيتين على السريرين، وعندي لحافين فايبر على السريرين برضو، بس بنتي وقعت عليه طبق المكرونه فشيلته ايه، حشته عشان هغسل الجزء يعني اللي هو وسخ. وده اللحاف ده انا حاطاه لابني. وعندي الحاف اللي هو البلدي اللي بيعملوه وقت الجواز ده بتوعي، عندي اتنين ما استخدمتهمش، هطلع واحد منه هعمل له تلبيسه اللبس بتاعه واحطه ايه على السرير ليه كده، هيبقى برضو ايه شكله حلو. والستاره دفت الاوضه وبقت الاوضه زي الفل. هكنس الاوضه وهفرش مفرش وحافظه، وهرجع لكم الاوضه دلوقتي، هترجعوا بقى تشوفوا الاوضه زي الفل. هدهن ان شاء الله الحيطه دي، و يعني الأوضة بقت حلوة الحمد لله، أنا راضية والله العظيم عليها، لأن ولادي يعني كانوا على السرير كانوا بيتخانقوا يعني عليه وكده، والحمد لله أنا راضية. أنا حاسة كده إن أنا حياتي اتغيرت للأحسن ومبسوطة والله العظيم وراضية الحمد لله، ربنا يوسع عليا كمان وكمان. بصوا يا بنات، بصوا ده حافظة عندي قديمة شوية، بس حسيتها إن هي هتليق، لأن كل اللي عندي مشجر، والستارة مشجرة، والستاير برضو الستارة مشجرة، والملايات مشجرة، فحسيت إن هيبقى فيه إيه، زحمة كده، فقلت احط حاجة هادية شوية، وحطيت هنا المشايتين دول اللي انا كنت حاطاهم اصلا هناك، وهرفع السرير ادخلها برضو الجزء ده. وهنا بقت الاوضه زي الفل الحمد لله، ربنا يوسع عليا ويوسع عليكم. اي حاجه يا بنات عايزين اتكلم فيها هتكلم فيها من خلال الفيديوهات الجايه، سامحوني لو باخد راحتي معاكم في الكلام او بهزر كتير او برغي كتير، سامحوني. بس بجد والله العظيم انا بحب اوصل لكم اللي في قلبي، واحب اوصل لكم الرساله اللي جوايا. وعايزه اقول لك ان انا حطيت سرير في الاوضه ده، بس خلاني عندي رضا، خلاني مبسوطه، خلاني مرتاحه والله العظيم. مش بالبيوت وبالوسع يعني، مش يعني انا ما قعدتش مثلا كده قلت لا يا اما اوضه يا اما بلاش، لا انا رضيت بالسرير والحمد لله رضا ونعمه ومبسوطه جدا جدا، وابني مبسوط والله العظيم الحمد لله، والبنات مبسوطين. التلات بنات بياخدوا على التلات سراير سريرين، وياسين سرير لوحده، فالحمد لله يا رب انا راضيه ومبسوطه وسعيدة جدا 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 بالسرير دوت الحمد لله.
فهو بعيد عنهم اهو، هو كده واخد راحته، ربنا يوسع عليا وابقى عنده اوضه ان شاء الله باذن الله. والسرير دوت جنبه مكتب، المكتب مضايقني جدا جدا، مش لاقيه له حته في الشقه احطه غير هنا. بس انا محتفظه بيه عشان ده بتاع حمايه، كان جايبه لجوزي وهو صغير، فمحتفظه بيه وهو لايق قوي على السرير. فهخليه له ان شاء الله لما ربنا يرزقني كده باوضه باذن الله تالته، هحط له بقى ايه في السرير والمكتب. انا عندي اوضه تالته بس مفتوحه ريسبشن، ومش هينفع اقفلها عشان الصاله صغيره وكل الاوض مفتوحه فيها. فالحمد لله انا راضيه على كده. فلو عايزين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات اللي انتوا عايزينه واللي اصوره لكم واللي نتكلم فيه، وان شاء الله من خلال الفيديوهات الجايه هتكلم معاكم فيديوهات كتير عن حياتي ان شاء الله باذن الله.